ايه رايك في البنت او الست اللي بتعلي صوتها على جوزها او على خطيبها؟ على حسب، يعني لو هو ضايقها، اللي هو ضايقها جامد بقى أيوة، ضغط عليها يعني. زعق، طلع اللي جواها. انت كده جايه في صف المرأة جامد. ايوه، المرة فوق الجميع. طب خلاص كلام حلو. طب وانت رايك ايه؟ انا لا، يعني مهما عمل برضه المفروض هي ست برضه. مهما عمل المفروض هي ست. ما تزعقش، اللي هو حتى لو هو عمل ما تزعقش، تاخد موقف بس ما تزعقش. طب لو هتقول لهم الاثنين رساله تقول لهم ايه؟ خدوا كل حاجه بالعقل، ويعني لما يحصل مشاكل او كده كله يعني يبعد عن بعض. حلوا الامور بالراحه يعني. يتفاهموا، لو قعدوا مع بعض نص ساعه يتفاهموا عامه. خلاص كلامك جميل جدا على فكره. ايه رايك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها او بتعلي صوتها على خطيبها؟ كوين والله. ملكه. ملكه ما شاء الله. والله ملكه. لو هتنصحي الاثنين نصيحه او هتقول لهم رساله من خلال الفيديو هتقول لهم ايه؟ الست ولا الراجل؟ الاثنين. الرجاله عامه كلها خاينه، تمام. والستات كلها ستات قويه وسترونج اند ميديتور. تقولي ايه للست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ طبعا ما ينفعش. بمعنى ممكن تكون بتعلي صوتها عليه عشان هو يعني بتشوف منه حاجات ما بتعجبوش يعني. طب لو هتقدمي للاثنين رساله من خلال الفيديو تقول لهم ايه؟ بقول لهم يعني كل ست يا ريت تسمع كلام جوزها، وما ينفعش طبعا ان هي تعلي صوتها عليه، طبعا عيب يعني. ايه راي حضرتك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ اللي ده طب لو هتقدم للاثنين رساله تقول لهم ايه؟ هو قدم ايه؟ للاثنين رساله من خلال الفيديو. قال لهم كل واحد يحافظ على نفسه ويحترم التاني. ازاي حضرتك؟ ايه راي حضرتك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ 100 100. ايه راي حضرتك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ لا ما ينفعش. ازاي؟ ما ينفعش تعلي صوتها على جوزها ازاي يعني؟ طب لو هتنصحيها نصيحه من خلال الفيديو تقولي لها ايه؟ لا ما ينفعش الست تعلي حتى على جوزها. طبعا قدمي لها نصيحه تقولي لها ايه؟ دي منها نصيحه يا طبعا تقولي لها ايه؟ لازم تحترم جوزها، ما هو دوت هو اللي بياكلها ويشربها وانيها في بيته، يعني لازم تحترمه ولازم تقدره. تقولي ايه للست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ ما ينفعش. ما ينفعش طبعا. ازاي؟ ايه راي حضرتك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ ست قلة الادب. ايه؟ ست قلة الادب. تنصحي الموضوع ده بايه؟ انصح بايه؟ انا جوزي يربيها. ازاي؟ في حاجات كتير بقى. يعني تقدم لهم نصيحه تقول لهم ايه؟ ادهم نصيحه اقول لهم ايه؟ الاثنين. الاثنين؟ الراجل يعيش مع مراته بس يعني نقول له استرجل شويه. استرجل شويه. والست والست نقول لها احترمي جوزك شويه. كل سنه وانت طيب. وانت ايه راي حضرتك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ لا، صوت المرأة عورة. حلو. وتاني حاجة يعني هيبة الراجل في بيته، لا يعني في ميثاق كده ما بين الراجل والمرأة، لو في شعرة بيبقى بالسلم وبالأخلاق وبالأدب. آخر مرحلة ليها خالص المرأة دي تعلي صوتها على جوزها. بصراحة الراجل بيبقى مستاء جدا من الأفعال دي. تمام. وفي الوقت الحاضر اللي احنا بنعيشه للأسف بنشوف ظواهر كتير قوي، يعني المرأة يعني لولا يعني ممكن تسجد لربنا ولزوجها. تمام. مش حرام، لان الرجل ده هو عمود البيت واساسه وهو اللي في ساقيه. تمام. طب انا عندي وجهه نظر تانية او مختلفه شويه. ايوه. ايه الوجهه نظر التانية ومختلفه؟ انا بقول ان انت مهما تعلي في صوتك هيظهر في نفس الوقت اللي انت هتعلي صوتك فيه ست حنينه وست هتطبطب وهتاخد مكانك وهتخليكي مالكيش لازمه. ايه رايك في الكلام ده؟ والله ده كده مكايده. ايه رايك في الست اللي بتعلي صوتها على جوزها؟ والله هي بترجع للتربيه. ازاي؟ لو هي متربيه وصوتها عالي كده، لو بتعلي صوتها بقله ادب دي حاجه، واما هي صوتها عالي دي حاجه تانية. تمام. بتعلي صوتها يا اما انت مقصر معاها في حاجه يا اما مش بتاعه. طب لو هتقدم رساله للاثنين تقول لهم ان الكل يحترم بعضه ونبقى ناس حلوين والصيام حلو والدنيا حلوه، والست اللي تعلي صوتها ما تبقاش ست كويسه. حلو. يعني في الاخر عايزين نقول نحترم بعض ونقدر بعض شويه علشان نقدر نكمل مع بعض. كل سنه وانت طيب.